واش عمرك حسيتي براسك ديما كتجري باش تعاون الناس، ديما كتقدم مصلحة الآخرين، وفي الأخير كتلقى راسك انت اللي متضرر؟ كاين بزاف ديال الناس عايشين بهذه الطريقة، كيعطيو الوقت ديالهم، الجهد ديالهم، وأحيانا حتى الراحة ديالهم، وفي الأخير كتلقى غير راسك انت اللي خاسر. مثلا شي واحد في الخدمة، الناس كاملين كيطلبوه باش يعاونهم، هو ما كيقولش لا، خدمته ما كيساليهاش، وفي الأخير يبقى ديما حاصل هو اللي خرر. وكاين اللي ديما كيسلف الفلوس، ولكن ملي هو كيحتاج ما كيلقى حتى حد. السبب الأول هو العاطفة الزايدة. العاطفة حاجة زوينة، ولكن بلا حدود كتولي استغلال. والسبب الثاني، كاين الناس كيخافوا يقولوا اسمح لي ما نقدرش، كيخافوا يجرحوا الناس أو يبانوا أنانيين. والسبب الثالث هو حب إرضاء الجميع. كاين اللي باغي الناس كاملين يبغيوه، وهذا مستحيل. نشوفوا الحلول العملية. الحل الأول، تعلم تقول لا. ماشي كل طلب خاصك تقبله. إلا كانت شي حاجة غادي تضرك، قول اسمح لي ما نقدرش. الحل الثاني، كون أناني ودير أولوية لراسك قبل ما تمشي لك صحتك. ديما قبل ما تعاون سول راسك، واش أنا مزيان؟ واش الوقت ديالي كافي؟ الحل الثالث، عاون الناس ولكن بحدود. العطاء حاجة زوينة، ولكن خاصو يكون متوازن. وفي الأخير خاص الإنسان يعاون الناس، هذه حاجة زوينة، ولكن ماشي لدرجة يضيع راسو ويهمل مصلحته. يعاون الناس، ولكن ما تنساش نفسك، ودير في بالك راه ما يمكنش ترضي الجميع، حيتاش في الحياة إلا ما وقفتيش مزيان على رجليك ما غادي تقدر تعاون حتى واحد. إلا عجبكم الموضوع خليوا لنا كلمة زوينة في التعاليق. نتلاقاو إن شاء الله في موضوع جديد قريبا. تحياتي لكم كاملين.